السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى الصحابة أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى مشاهدين وأحلى بنات في الدنيا. طبعا النهاردة راجعة جمعة مباركة عليكم وعلى أمة محمد كلها، وراجعة نعمل الغدا مع بعض وجايبة حاجات جاهزة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا. ويلا النهارده انت راجعه لنا بايه وهتعملي لنا ايه؟ يلا نشوف هنعمل ايه وجبنا ايه وهنعمل ايه النهارده. يلا نصلي على رسول الله ونذكر لا اله الا الله محمد رسول الله ونقول ما شاء الله تبارك الله. اول حاجه النهارده ولادي كانوا عايزين ياكلوا جلامبو، ويعني النهارده ولادي كانوا عايزين ياكلوا اكله سمك جلامبو بقى وجمبري وشوربه سفود. صراحه ما لقيتش عند نجم ولا جلامبو ولا جمبري. طب تاكلوا ايه؟ قعدنا نشير بعض كده، قالوا خلاص ناكل سمك مشوي، ولقيت عنده كفته جمبري. نشوف بقى جبنا ايه واوريكم مع بعض. هنا الاول جبنا سمك بقى مشوي. طلع معاكم هنا في واحد عندي بتاع سمك جنبي هنا شويت منه اسماك. طبعا طلبوا مني، اللي طلب مني بوري مشوي واللي طلب مني شبار، وانا صراحه نفسي راحه للشخرم قوي قوي قوي. جبت صراحه ده ده شخرم مشوي اهو ما شاء الله. طبعا الشخرم ده انا بحبه جدا، مشوي بالرده كده شكله تحفه. جبت كيلو شخرم اهو ما شاء الله. وجبنا هنا تاني، نشوف بقى الشنطه دي برضو بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنا برضو جبت هنا ده بوري ما شاء الله تبارك الله. ده بالزيت والليمون اهو. وده برضو نشوف ده ده بقى شبار مشوي برضو النهارده بيحققوا امنياتهم عندي اهو ما شاء الله. برضو اهو كل ده اهو شبار ما شاء الله برضو حلو جدا. طبعا الاكلة السمك دي احسن من اي اكل تاني. شوف بقى جبنا تاني برضو اهو. هو هنا عنده برضو كفتة رز بالجمبري اهي. انا مرة عملتها معاكم كفتة الرز دي، خشوا في القناة هتلاقوها. بس انا المرة دي جبتها بقى جاهزة وهنعملها مع بعض. ده كيلو عطاهوني ده كيلو صوبي بالجمبري ب75 جنيه اداهوني. وهنعمل النهارده وده برضو شوربه سفود. كنت انا جايباها معاكم اول الشهر طبعا من الهايبر، انا طلعته برضو هعمل لهم شوربه سفود. وهنعمل مع بعض رز وهنعمل كفته الجمبري. يلا تعالوا معايا نشوف هنعمل الاكله الجامده القويه دي ازاي. تعالوا معايا. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى بنعمل انا هعمل الكفته اللي هي الكبيبه دي. اسمها كبيبه سويسي، مش كبيبه الغراماوي اللي مجنة بتعملها اللي باللحمه. لا دي بقى زيها بس بالصوبيا. انا عملتها قبل كده على القناه، خشوا اللي عايز يشوفها يكتب كفته الصوبيا بطريقه يوميات منى شانيل هيلاقيها على القناه. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنا بقى حطيت البصله عشان نقلي بصله كده، وهنحط شويه زيت كده بس ما تكتريش عشان ما تبقاش الزيت بتاعها كتير. هنعملها هنا صياديه وهنعمل رز ابيض ان شاء الله. كل واحد ربنا قدره على اولاده عشان الولاد بتفضل تخترع كده. هنا بقى واحنا عقبال ما البصله كده بتاعتنا تحمر معانا، هنروح نعمل هنعمل مع بعض برضو على العين التانية في نفس الوقت. هنعمل الشوربه السفود. تعالوا نشوف طريقتها ازاي برضو. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى معايا شوربه السفود. حطيت حبه زيت ذره. في ناس بتعملها بسمنه وفي ناس بتعمل الشوربه بالسمنه اللي هي شوربه السفود بتعملها بسمنه. بس انا صراحه مش بعمل اسماك بسمنه خالص. انا هنا بعملها بحبه زيت ذره او عباد زي ما يكون عندك. وحطيت بصله، هنصفر بس البصله كده وهننزل عليها اللي هي شوربه السفود اللي هي الاسماك اللي عندنا اللي هي المشكله، جلامبو وسمك فيليه وجمبري وبقلاويز. هنا برضو ما ننساش البصله معانا لازم تتقلب كده حلو اهي. وهنا برضو هنقلب كده البصله كده اهو. زي ما انتم شايفين بس مش هنديها تقليبه جامده
هنا هنزل عليها حته تومه كده صغيره اهو، هنديها برده تشويحه في البصله كده، بس ايه ما تخليش ولا البصله ولا التومه تتحرق معاك، يا دوبك تصفر بس كده معانا تدخل، وننزل عليها ايه شوربه السفود. ادي هنا معانا اهو اللي هي الرجلين الكابوريا دي، ومعانا الكابوريا طبعا نضفتها، واللي هو السمك الفيليه، واللي هي البقلاويز، وجمبري. انا طبعا قشرت الجمبري ومسكت الجلامبو طبعا كله ايه نضفته كده عشان الحاجه تبقى ايه نضيفه ومش زفره معاكي. هنا بقى خلاص كده هننزل، هنا هنزل عليها الايه شوربه السفود دي كلها في الحله كده اهو. طبعا انتوا ساعات بتروحوا عند بتاع الاسماك تقولوا لي ايه عايزه شوربه سفود، بتبقى برده ايه مش وحشه اهو. تديها بقى تسليحه كده كلها كده اهو اهو. هنسيبها بقى ايه تاخد تسليحه حلوه كده اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنا بقى هسيبها ايه تاخد تشويحه وتشرب ميتها، وبعدين ايه نرجع مع بعض تاني. تعالوا لايه للبصله دي معانا خلاص اهي، البصله خلاص اهو اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنفضل بقى نقلب فيها كده اهو معانا طبعا البصله ايه خلاص اهي. هننزل ايه بالميه اهو كده، نحط لها ميه لغايه ايه لغايه نص الحله كده وايه ونقف زي ما انتم شايفين حبايب قلبي اهو كده اهو. هننزل عليها بحبه ميه تاني اهو. هننزل عليها برضو كده خلاص. هنجيب بقى البهارات نحطها، هتشيل زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنا بقى ايه هنزل ايه على اللي هي الميه اللي احنا عملناها بتاعت الايه الكفته، هننزل عليها بفلفل اسود كده اهو، وهننزل عليها بكمون، حبه كمون، وهنحط ورقتين روي كده، وهننزل عليها بايه تاني ملح وهنسيبها بقى تغلي. وتعالوا نقرص ايه مع بعض الايه الكفته زي ما انتم شايفين كده حبايبي. عشان نطعم شوربه السفود نزلت عليها جزر وايه وطماطم، وهننزل عليها ورق لوري برضو اهو كده، كام ورقه كده بسيطه كده، وهننزل عليها بحبه فلفل اسود، حبه فلفل اسود وحبه كمون صغننين كده خالص، ما تكتريش كمون. وهننزل عليها برضو بايه بالملح، وهننزل عليها بالايه بالملح كده. هنقلبها بقى وهنحط لها ايه الميه بتاعتها. يبقى احنا كده خلصنا ايه شوربه السفود. وهنعمل مع بعض الايه نقرص الايه نعمل الكفته، نصبع الكفته زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بقى هنسيبها لغايه اما معانا الايه اللي هو الاسماك دي تستوي معانا شويه، ونشوف هنعمل ايه تاني فيها. تعالوا معانا نعمل الايه التقريص الكفته. معايا يا حبايبي بقى ايه الكفته، وهنا برضو حطيت شويه زيت كده عشان تدهني ايديكي عشان ايه ما تلزقش في ايدك اهو. هندهن بقى ايدينا كده، عايزه تعمليها صوابع اعمليها، عايزه تعمليها قراص تعمليها زي ما يعجبك اهو اهو. زي ما انتم شايفين كده نعملها ايه صوابع بالمنظر ده زي كفته اللحمه بالظبط اهو.
وممكن نعملها ايه اقراص برضو كده اهو. هي صراحه فيها ايه، بصوا فيها ايه، فيها جمبري اهو زي قرص الطعميه بالظبط، بس انا ايه بحب ايه اخليها صغنن كده اهو. الاكله دي بتبقى تحفه اهو بالمنظر ده كده. هنحطها في الصينيه بقى ايه كده اهو، وهنعمل تاني كده. هعمل معاكم برضو قرص تاني كده اهو. اهو كده اهو. هعمل بقى كله كده اهو صوابع وقراص، وارجع لكم ايه تاني. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، هنا بقى بعد ما عملناها الميه غليت كده، لازم ايه تسقطي وهي ايه الميه ايه سخنه كده، وهي الميه بتغلي زي ما انتم شايفين كده. اوعوا تحطوها في حله الضغط زي ما جانا حطيتها في حله الضغط. الكفته طبعا عشان حاله الضغط ايه بتاخد سوا كتير، دي برضو زيها ما بتاخدش كفته كتير، ما بتاخدش سوا كتير. عايزه تقليها برضو قليها بتبقى حلوه جدا. عايزه تقليها زي كفته اللحمه تقليها وتحطيها في طماطم برضو بتبقى حلوه. عايزه تعمليها نيه كده اعمليها زي ما يعجبك اعمليها. اهو هنسقطها كده كلها مع بعض كده اهو اهي بالمنظر ده كده. بصوا شكلها حلو جدا اهو اهو. هسقطها بقى كلها كده في قلب الحله، ونرجع تاني نعمل ايه الرز مع بعض. زي ما انتم شايفين كده حبايبي اهي بالمنظر ده كده اهو. هنسيبها بقى ما تقلبيش فيها عشان ايه ما تتكسرش. ودلوقتي بقى ايه هنعمل مع بعض الايه الرز. زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي حبايبي هنعمل الرز. هنا بقى حاطه زيت، وايه هننزل بقى عليه الايه الرز كده. احنا غاسلينه حلو جدا اهو. انا هعمل رز ابيض زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنا بقى ايه بحط ميه بقى للرز، وبعدين نعمل ايه نكمل ايه شوربه السفود. بصوا حبايبي دلوقتي بقى هنعمل الكريمه بتاعت ايه شوربه السفود. انا هنا معايا كوبايه لبن، هننزل عليها ايه معلقه دقيق، معلقه وربع دقيق بس كده اهو عشان ايه تمسك مع بعضيها. عايزه تحط لها كريمه لباني حطي، ما عندكيش خلاص. انا صراحه ما عنديش وايه والدنيا مش مستحمله كريمه لباني. صراحه الكريمه اللباني عامله كام العلبه الصغيره؟ عامله 40 جنيه. طب وليه احنا بندبر ونوفر ولا ايه بنجيب يعني الحاجه غاليه؟ لا دبري ووفري زي ما انتم شايفين كده اهو. هقلب بقى الدقيق كله كده، لازم تقلبي كله ما تخلوش ايه يكلكع معاكي عشان شوربه السفود ايه تبقى ايه زي الكريمه كده اهو. هقلب كل الدقيق دلوقتي وتعالوا نشوف ايه هنعمله ازاي. زي ما انتم شايفين كده معايا اهي. هننزل بقى عليها الايه اللي هو الدقيق بالايه باللبن ده كده حلو جدا اهو. وتقلبي بقى كده لغايه ايه ما يلف معانا اهو بالمنظر ده كده اهو. هندوقها بقى ادوق معاكم. طعمها تحفه والله، طعمها حلو جدا. هندوق روان المصوراتيه اللي بتصورنا وتدوق طعمها بس تنطق. يلا يا روان دوقي وقولي ايه رايك، بس قولي رايك بامانه مش عشان ماما هي اللي بتعمل الاكل. قولي بامانه، لو وحشه قولي وحشه. ايه حلوه والله العظيم اهي بتحلف بالله العظيم في ربنا هيشهد عليها. طبعا في حواليا كتير عايزين يدوقوا بس مش هندوقهم. زي ما انتم شايفين كده هنسيبها بقى ايه تلف معانا لغايه ما تتخن معانا، ونطفي عليها والاخر نشوف الاكل بتاعنا التحفه. الاكله الجامده دي نشوفها احنا عملناها ازاي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي هنا بقى خلصنا غدانا. عملنا الكبيبه او الكفته، الكفته اللي زي بتاعت ام جنى اللي هي بتعملها باللحمه، بس احنا عملناها ايه بالجمبري او الصوبيا، بس انا جبتها ايه جاهزه.
اللي عايز يعرف طريقتها يخشوا يشوفوا طريقتها على قناتي، انا كنت عاملاها بكل تكاتها بحركاتها بالطريقه كلها، يخشوا يشوفها هتعجبه جدا. ادي عملناها اهي تحفه معانا. وادي عملنا برده شوربه السفود جميله جدا 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 وطعمها حلو. بس نصيحه يعني ايه، عشان انتوا عارفين ان انا عندي مصداقيه، نصيحه يا ريت اللي يجيب شوربه سفود ما يجيبهاش مجمده، يجيبها طازه احسن من ايه، من مجمده. وادي معانا الشخرم المشوي تحفه طبعا، ده حبيبي العشق بتاعي. وادي معانا الشبار المشوي برضو. وادي عملنا سلطه خضراء. وادي عملنا البوري وعملنا رز الابيض. وادي النهارده الغدا بتاعنا. جمعه مباركه عليكم وعلى امه محمد. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس في قناتي يوميات نونا شانل، يا احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.